اليوم تنبث اعترافات للمتهمين مصطفى المومري، أحمد حجر، أحمد علاو، حمود المصباحي، وكانت اعترافات واضحة واعترفوا بغلطهم. تظلم السلطة أبدا، لا تظلم. اعترافات خطيرة، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية فائضة بالدولارات من في قضايا معينة، وكانوا يستغلون شهرتهم وحساباتهم. أنت يا عبد السلحان ايش سويت أنت وأزياد؟ إني بنهاجم أحمد حامد ب 200 دولار. أنت داري من بيحولها لك؟ المخابرات اللي أنت داري هذه بيجي لك رسالة وترجع تهاجم قيادة الأنصار في صنعاء، مرة القيادة الأمنية، مرة القيادة السياسية، مرة المحافظين، مرة ليش ما خرجوا لك محبوس، مرة ليش فلان، مرة قناة الهوية، مرة متسول على أبواب القيادات. أنت داري من هي تلحقهم للخارج ولا هنا يحولوا لك بوبقش. ما أنا مثلك بتصل بمدراء الأمن وغيرهم، خرجوا لي المسؤول الفلان وهو متهم وعليه، خرجوا لي المسؤول الفلان، إذا ما رضيوا يخرجوه ولا قالوا عاده تحت التحقيق شولحت بهم في الإعلام فلان ما رضيش يجاوب علينا، أنتوا يا أنصار الله وأنت ما أنا مثلك. فكوا له حكومة زيطي ميطي، هذه حكومتكم وهذه دولتكم، على الضعيف فعلى لعنة الله عليكم وعلى دولتكم إلى يوم القيامة. تظلم السلطة أبدا، لا تظلم. اعترافات خطيرة. القضايا الذي وقع لي زلط منه جد أهالي الحيفي بدون أي فيديو وبدون أي يعني قضية نحلها من تحت لا تحت، ويقع لي يعني زلط مثلا أجر وأجره، ومع ذلك هذا الشيء هو غلط. مع ذلك مع هذا كله هذا الشيء هو غلط، لأننا لا قسم ولا نيابة ولا محكمة ولا